تعرف انك كل يوم بتصنفر دهان عربيتك وانت مش واخد بالك؟ اغلبنا عربيته بتتمسح كل يوم بالفوطه الزفره، سواء في البيت او الشغل ومعظم الاماكن اللي بنركن فيها. اهلا بيكم، انا محمد زيدان، واللي جاي ابلغك بيه النهارده ان تاثير الفوطه الزفره على دهان عربيتك نفس تاثير ورقه الصنفره. هي ايه الفوطه الزفره؟ هي فوطه عاديه البواب او السايس بيجيبها، بيحط عليها جاز وزيت محروق وبعدين يمسح بيها دهان عربيتك. هو فاهم انه كده بيخدمك، وده بسبب انها بتدي لمعه للدهان، وده عشان الجاز والزيت اللي فيها، بس الحقيقه انه بيدمر لك دهان عربيتك. اول مشكله الدوامات او الخدوش السطحيه اللي بتحصل في طبقه الورنيش، ودي بتظهر اكتر في الشمس. خدوش كتير سطحيه على شكل دواير، الخدوش دي بيتراكم ويترسب فيها الكيميكال اللي على الفوطه، وده بيعمل تفاعل وضرر كيميائي، والمشكله بتزيد لو عربيتك بتتعرض كتير للشمس، بيحصل تآكل وتقشير وفصل طبقات الدهان عن بعضها. تاني مشكله انها بتطفي لون ولمعه عربيتك، لانها بتخربش طبقه الورنيش اللي هي دورها في الدهان، بتظهر نقاء اللون واللمعه، وكمان بتحافظ على باقي طبقات الدهان اللي تحتها. تالت مشكله انها بتصنفر طبقه الورنيش اللي هي سمكها متوسط 50 مايكرون. تخيل لو السمك القليل ده قل بنسبه 70% تقريبا، يحصل كلح في الدهان، وللاسف لو وصلت للمرحله دي مش هيكون في اي حل نهائي غير الرش. عايز تعرف الحل؟ انك توقف استخدامها، او على الاقل الاستخدام المتكرر منها، زي البواب او السايس اللي ايده كل يوم في تنظيف عربيتك. تاني حاجه انك تعمل تصحيح او بولش لدهان عربيتك، ده هيفيدك ان هو هيعالج الدوامات والخدوش السطحيه اللي حصلت، والعربيه هترجع لنقاء لون ولمعه الزيرو، وكمان هيشيل كل الكيميكالز اللي رسبت في الدهان، لان ده عمره ما هيطلع مع الغسيل. بالظبط زي تنظيف وتلميع الاسنان، هي طلع شكلها كويس، بس الاهم ان تشال كل الجير والبكتيريا المتراكمه ما بين الاسنان اللي لو اتثابت هتعمل لك مشاكل تانية. تالت حاجه انك تعمل نانو بعد البولش. النانو هيعمل ترابط ما بين جزيئات اللي فاضل من طبقه الورنيش، وكمان هيعزله عن كل العوامل الجويه، فده هيزود لك في العمر الافتراضي بتاع الدهان وهيبعد مشكله الكلح. استنوا الفيديو اللي جاي، ولو عندكم اي اسئله محتاجين نتكلم عنها سيبوها في كومنت. سلام. Nano for life. It's more protection.